يا مساء الخير والحب والسعادة على كل حد بيتابعني على السوشيال ميديا. أنا طالعة أتكلم وأوجه رسالتي ديت لكل شخص عنده مشكلة إن هو واقف في نص الطريق، ولا عارف يكمل، ولا عارف يبتدي حاجة جديدة. مثلا آه، في حد في شغله بس هو مش مبسوط، مش حاسس إن هو لاقي نفسه، فولا عارف يسيب شغله ويدور على شغل تاني يلاقي فيه نفسه، ولا عارف يرضى بان هو يكمل في الشغل ده. حد تاني في كلية برضو مش عاجباه، ولا عارف ان هو ياخد القرار ان هو يحول لكلية تانية جديدة، ولا عارف يحب الكلية اللي هو فيها. واحدة مكملة مع خطيبها وهي مش مرتاحة، ومش عارفة اذا كانت تاخد القرار بانها تسيبه ولا تكمل معاه. يعني المواضيع دي بقى هندي عليها أمثلة على تقريبا كل البشر اللي في الكون. كلنا عندنا أزمة منتصف الطريق، واقفين في نص الطريق مش عارفين نعمل ايه، وكل واحد باختلاف مشكلته وحياته وشخصيته، بس كلنا بنواجه نفس المشكلة دي. فأنا بوجه من الفيديو ده رسالة لكل الناس بقى، لأن ما اعتقدش ان في حد مش بيواجه الموضوع دوت. تقريبا المشكلة دي عند الجميع. كلنا نقعد مع بعض مع نفسنا قعدة مهما طالت، ما تزهقوش. يوم، اتنين، تلاتة، اربعة، اسبوع، شهر، مش مشكلة المدة اللي انتوا هتقعدوا فيها مع نفسكوا قد ايه. استشيروا الناس اللي حواليكوا، استخيروا ربنا طبعا قبل اي شيء، مرة واتنين وتلاتة، واستشيروا. اعملوا كل حاجة، امسكوا ورقة وقلم، طلعوا السلبيات والإيجابيات، سواء كملتوا في الموضوع دوت أو سبتوه ورحتوا الموضوع تاني. المهم يا جماعة تاخدوا قرار في الموضوع اللي انتوا واقفين فيه في النص ده، مش عارفين تعملوا فيه ايه، علشان خاطر ده ضياع للعمر، وضياع للسعادة، وضياع لراحة البال، وضياع لكل حاجة في الدنيا. احنا مش هنعرف نستمتع بحياتنا طول ما احنا في أزمة منتصف الطريق. فيلا بينا نتخلص على قد ما نقدر، نستعين بالله وباللي حوالينا وبالناس اللي احنا واثقين في حكمتهم وفي ان هم بيحبونا، وان هم هيدونا القرار السليم بعد اذن ربنا، علشان نتخلص من أزمة منتصف الطريق، ونبدأ ان شاء الله بإذن الله طريق جديد، بس يكون لاقيين في نفسنا. تحياتي للجميع، مروة مغربي.